مع دخول فترة الصيام كلنا بندور على أفكار جديدة للأكل تدينا بروتين وتشبعنا وكمان ما تخنيش. اسمحوا لي أقدم لكم أحلى فتة عدس بالرمان والعيش اللبناني من ريتش بيك. وأول حاجة هنعملها هنسلق كوبايتين عدس بجبة، ولحد ما يتسلقوا هنقطع شوية خضار وكمان فاكهة. أول حاجة هقطعها هي الفجل الأحمر، مش عايزة أقول لكم لذته في الفتة دي. وكمان هستخدم بصل أخضر، ولو ما عندكوش ممكن نستخدم البصل الأحمر. شوية بقدونس وهنقطعهم برضو مفرومين ناعم، ممكن كمان نستخدم مع البقدونس كزبرة خضراء. هنا بقى هستخدم 2 طماطم بالعدد، وهشيل القلب بتاعها وهقطعها هي كمان مكعبات صغيرة. وفتة يعني عيش، والعيش يعني لبناني من ريتش بيك. واللي لفت نظري ان في اكتر من نوع عيش من ريتش بيك ينفع جدا معانا في الوصفات الصيام. ومعايا هنا ال3 مقاسات من العيش اللبناني من ريتش بيك، انا هستخدم منهم الصغير وكمان الكبير. اول حاجه هاخد 4 ترغيفه هقطعها بالشكل الطولي، وبعدين همسك بقى الشكل الطولي اللي انا قطعته ده واقطعه مكعبات علشان اخليه متحمص، ودي تبقى قاعده الفتة. اما بقى المقاس الصغير فتعالوا اقول لكم هنعمل بيه ايه. همسك الرغيف واقطعه نصين بالشكل ده، وبعدين امسك بقى الظهر او الوش وابدا اعمله بشكل فيونكه. مش عايزه اقول لكم بقى لذاذتها وهي على وش الفته. طبعا لازم نمسكها باي حاجه عشان ما تفكش وهي في الاير فراير. وكمان ده شكل تاني، بعد ما بعمل فيونكه بطبقها على بعض وبرده بمسكها عشان ما تفكش في الاير فراير. عندي هنا بقى جبت الاير فراير، حطيت فيها العيش ورشيتها رشه زيت زيتون. ما بياخدش ثواني يا جماعه في الاير فراير، بيطلع محمص ويجنن. الاشكال كمان طلعت معايا خطيره وماسكه نفسها كده، بسيبها تهدى وبعدين بطلعها بقى. تعالوا بقى نطبق احلى فته على بعض ونشوف الدريسنج بتاعها عباره عن ايه. اول حاجه هنا انا صفيت العدس ما غسلتوش بعد ما اتسلق، وحطيت عليه كمان كوبايه حمص مسلوقه، وطبعا الفجل والطماطم والبقدونس. وهنا كانت رمانه مفصصاها كامله، هحط نصها جوه الفته والنص التاني هنشوف هنعمل ايه في الاخر. نعناع فريش، ومش عايزه اقول لكم على لذته في الفته دي. هنا بقى الدريسنج عباره عن ايه. نص كوبايه عصير برتقان، فصين توم مهروسين، عصير 2 ليمونه، معلقتين كبار من خل التفاح، ممكن استخدم الخل العادي، ملح، فلفل اسود وكمون وسماق ورشه شطه بسيطه قوي، ودي البهارات بتاعتي. واخر حاجه احطها دبس رمان يا جماعه، واساسي رمان يعني دبس رمان. وهقلب كل ده بقى كويس جدا. اجيب بقى عندي هنا طبق علشان احط فيه طبقات الفته. وزي اي فته اول حاجه بنحطها في طبق الفته هو العيش المحمص اللبناني من ريتش بيك. بوزعه وببدا اوزع عليه بقى مكونات الفته عندي. وبعد كده بقى بوزع بصل اخضر، وعليه كمان شويه رمان، رشه بقدونس، وابدا بقى اجيب الفيونكات بتاعتي اللي احنا كنا عاملينها، بتبقى خطيره وتجنن على شكل الفته. اخر حاجه بقى هي رشه دبس الرمان وتوصوا بيها، لاني انا كمان بغرف طبق ليا واحط عليه دبس رمان وعصرة ليمون كمان. متحمسة جدا انكم تجربوها وترجعوا تقولوا لي رأيكم فيها، واستنوني في وصفات تاني صيامي اكتر مع عيش ريتش بيك. وبس كده، باي.